أنا كنت فاكر نفسي مشغول، طلعت تايه. أنا كنت فاكر إن الشطارة تعني الانشغال مش الإنجاز. من كام سنة أنا كنت ببدأ يومي وأنا حاسس إني تحت ضغط رهيب، كل حاجة عمالة بتجري ورايا وأنا ثابت في مكاني. بس في لحظة صفا كده قعدت اكتشفت إن الأزمة مش في الوقت، الأزمة كانت في 4 حاجات محدش قال لي عليها. الحاجة الأولى إني كنت بشتغل من غير ما أفهم ليه، كل يوم شغل 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 شغل. طب وبعدين لما بدأت أربط كل مهمة بهدف حقيقي يخصني، الإنتاجية ما شاء الله ضربت للسما. الحاجة التانية إني كنت متاح طول الوقت ومتوتر طول الوقت. أنا أونلاين 24 ساعة، عندي إرهاق دائم. حليت ده إزاي؟ اديت لنفسي وقت بختفي تماما، لقيت دماغي بدأت تصفى وتفكر بهدوء لأول مرة. الحاجة التالتة إني كنت بقول أيوة لأي حاجة عشان أبان إن أنا شاطر، بس الحقيقة إني كنت بضيع وقتي في حاجات ما بتضيفليش. النهاردة كلمة لأ بقت من أقوى أدواتي للإنتاج. الحاجة الرابعة والأخيرة إني كنت بستنى الإلهام وبنسى إن الشغل هو اللي بيجيب الإلهام. لما بدأت أكتب حتى وأنا مش متحمس، الإنتاج نفسه بقى عادة مش مزاج. والصدمة اللي طلعت بيها في الآخر إن أنا ما كنتش كسول، أنا كنت فاكر إن الشطارة بتعني الانشغال مش الإنجاز.